ست واحدة شايلة مسؤولية 5 عيال لوحدها، وكانت حياتهم صعبة جدا لدرجة إنهم مش قادرين حتى يجيبوا وجبة محترمة ياكلوها، فبقوا يعتمدوا على عينات الأكل المجانية اللي في السوبر ماركت عشان يسدوا جوعهم. بس الست دي كان معاها واحد ملياردير. الملياردير كان بيتفرج بدهشة على العيال، وهم بمهارة كده بيلفوا على كل ركن في المكان يدوروا على الأكل المجاني. العامل اللي واقف على ركن الشوي كان عارفهم كويس ورحب بيهم بحرارة. ماري اللي كانت حالتها صعبة قالت له يستعجل شوية في الشوية عشان العيال لسه مش شبعانة. بعد ما خلصوا الأكل المشوي المجاني، ماري خدتهم على ركن تاني فيه عينات، ورشحت للملياردير إنه يجرب النودلز الساقعة. الملياردير أخد لقمة وبعدين اشتكى وقال إن طعمها وحش. ماري اتعصبت عليه وقالت له ده أكل ببلاش، إزاي تبقى بتتشرط ومش حتى بتقول شكرا؟ هو تجاهلها خالص وركز بس إنه ياكل بسرعة. إخوات ماري الصغيرين جريوا على ركن العصاير، وفي نفس الوقت ماري خدت الملياردير يجيبوا قهوة ببلاش. الملياردير كان مستغرب وبيقول إن اللف على كل الأركان دي حسسه كأنه بياكل وجبة كاملة في مطعم. ماري افتكرت الأيام اللي كانت بتيجي فيها مع أمها وتستمتع بعينات الأكل دي، لكن فجأة افتكرت إن أمها توفت وابتسامتها ما بقتش موجودة في لحظة وتحولت لحزن كبير. الملياردير اللي واقف جنبها ما فهمش إيه اللي غير حالتها فجأة، فسألها باهتمام إذا كانت بتحب أمها قوي. عين ماري دمعت وقالت له هو في حد في الدنيا ممكن يكره أمه؟ أول ما سمع الكلام ده وش الملياردير اسود واتغير فجأة. ماري لاحظت التغيير بس ما كنتش فاهمة سببه. الحقيقة إن أم الملياردير الحقيقية كانت بعته وهو لسه طفل صغير، وبعد ما خلصوا أكل وكانوا بيستعدوا يروحوا حصلت حاجة غير متوقعة خالص فجأة.